ايوه يلا هاي تعال حط لبلبي. هذا ما تدري؟ اللي بعد لبلبي هسه ابوسي. يلا تدرى هاي لبلبي هاي يا رب. والله مالتهم حلوه بها نشره محمد. يا مساء الخير ويا مساء العافية ويا مساء المحبة والسعادة لعيونكم يا طيبين. شلونكم؟ شخباركم؟ أتمنى تكونون بصحة وعافية. واليوم رجعت لكم بيوم من أيامي أتمنى ينال إعجابكم وتقضون وقت ممتع ومشاتع. قبل لا نبلش فيديونا خلونا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بلش فيديونا وياكم من التعلولة مالت العصر لأن حابين اليوم شوية نفتح مواضيع ويا أبو زينب. نمت وقعدت وقررت هذا القرار. شوية أحس بيه صعب، ساعة أقول لا يعني التغيير بيوم وليلة يراد له تفكير، يراد له تخطيط، مو على نومة ليش وقعدتي وقلتي أريد كذا وكذا. فراح تقول ماسي شنو رستي، ابقوا وياي بالفيديو وراح تعرفون. وفدية الطش والرش، فدية الحبايب، فدية الصديقات، فدية الغاليات اللي تعليقاتهم اللي تجنن، رب يحفظكم. يعني ما أعرف شو أقول، كلمة شكر قليلة بحق كل أهلي وناسي، كل اللي يتابعوني، البنوتات الصغار، خواتي، أمهاتي، بناتي، إخواني، ممنونة منكم على هاي التعليقات والتشجيع. يعني قد ما قلتكم كلمة شكر أحسها قليلة قليلة جدا بحقكم، فربي يحفظكم يعطيكم الصحة والعافية والسعادة. هنا صبيت استكانتين شاي، ويا محلى استكانة الشاي العراقية أويل يابا تعدل الراس. هو يقولون الشاي مضر بالصحة، بس والله إذا بقينا بدون شاي والله نحس دوخة مو طبيعية. احنا مو من شرابين الشاي، بس ها مرات شوية يعني علينا، أو اسم الله عليكم ماكلين وجبة دسمة أو ماكلين سمك، ومرات نهائيا حتى لو ناكل وجبة دسمة نكتفي بعلج أو نكتفي بطل بيبسي، رغم البيبسي مو زين، بس هاي ما نشرب شاي. ومرات لا والله يشوفونا نشمر على الشاي. هواي من البنات جاي يدزوا لي قصصهم، هواي من البنات جاي يزعلون يقولون ليش ما تتطرقي لهم. هو ما أعرف ليش أنا من أجي وكلي طاقة وكلي تحفيز أجي أصور الكهرباء شقلكم خنفشارية تطفى والله يا بنات. هسه حتى صار لي يومين تفريزات رمضان أريد أكملها لكم، يعني هو من باب التحفيز لا غير، بس والله ماكو ما جاي يساعدني الكهرباء. مرات من أكون كسلانة ومتعجزة الكهرباء موجودة فول عالي العال، ومن أريد أصور لا ماكو كهرباء. هذا الحظ. فالحمد لله شكر اليوم شوية الكهرباء طفت شوية ورجعت. هسه إن شاء الله بس أكمل مونتاج أقوم أكمل شغلاتي وتصويري. بس حبيت أنزل لكم فيديو لأن تأخرت عليكم. شنو يا ما سردتي من زوجك؟ ابقوا وياي راح أحكي لكم شنو ردت، وانتم راح تأيدوني بيه أو ما تأيدوني. لأن بعدين نمت وقعدت قلت لا ألغي هالفكرة أحسن، لأن الفكرة شوية أحس بيها صعوبة، لأن مو سهلة، لأن جاينا رمضان وقرب كلش إن شاء الله رب العالمين يبلغنا ويبلغكم إياه لا فاقد ولا مفقودين. هي المشكلة إنه أنا قبل فترة أخذت هاي الخطوة سويتها والحمد لله، وكلفتني يعني مكلفتني مبلغ كلش كبير. هسه حاليا لا، بدلت رأيي وأريد كلها أقلعها وأجيب جديد. فبقى صافن بوتشي قال يعني لو من الأول من البداية أخذتي هاي الخطوة ليش هسه؟ لا تقول شنو تعال لكم إياها، ليش أطولها عليكم وأنتم هم انطوني رأيكم. شفت الكاونتر مالتي؟ طبعا الكاونتر الأحمر هذا هدية والدتي إلي، والكاونتر الأبيض لا سويته تصميم يعني تكمة. شلون قد ما قلت لكم تكمة يعني من الزين. المتر مالته كلش غالي. كنت مسوية سلفة واستلمت السلفة كملت عليها، والولد عرف يعني يصير صديق زوجي، فقال لي أريد أسوي لي إياه درجة أولى، يعني ما أريد كاونتر حي الله. فسويت هذا السنج الأبيض اللي هو المرمرة البيضة مالته طباخ باليوم، كل شي تمام كلش حبيته. بس من جيت أغلف الكاونتر الأحمر حسيت بصعوبة، كنت خاف أغلفه ويخرب ويصير شكله مو حلو. فجنت على اتصال بي أختي وصديقتي لك تعرفوها أكيد رحمة، فقالوا لي ليش ما تبيعينه، عرضي لي البيع عرضي السنج، لأن السنج مالتي ما شاء الله يعني قد ما قلت لكم حلو وكبير، بس ساد لي نص صفحة من الأحمر، يعني الأحمر أكو باب من عند اللغة ما أقدر أفتحه، هالشي ضايجة. بنفس الوقت راح تقولون انت ليش سويتي أبيض ليش ما سويتي أحمر؟ أنا أقول لكم أنا كنت راغبة اللون اللي يكون فاتح أوف وايت أبيض رصاصي، الأحمر أحسه لونه كلش قاتم. فقلت لا أنا راح أغلفه. فالبنات قالوا لي تسوي أبيض وهذا غلفيه، بس من وصلت للتغليف حسيت إنه ما راح ينجح عندي. ف
تواصلت ويا أبو زينب، يعني حكيت له الفكرة إنه أنا الحرامات يعني باب من الكاونتر اللغة شوية، يعني الكاونتر السنك أبيض وهذا أحمر أحس بيه نشاز صاير مو حلو. فقال أنا ما عندي مانع، إذا تردين نبيعه عادي نعرضه للبيع، بس يراد لفترة يلا ينباع، يعني مو بيوم وليلة ينباع. زين جاينا رمضان، الماعين ماتش ما شاء الله عليهن جداريج الفرفوري، وين تخلينه؟ وانتم تعرفون يعني أنا ساكنة بالقاط الثاني مالت عيالي، يعني شوي البيت مو نقول لكم كبير، فالمواعين مالتي ما شاء الله عليها وين أخليها؟ السنق شلون بيه؟ شلون غسل مواعيننا؟ شلون طبخنا؟ شلون ترتيبنا؟ ما أعرف. فأبو زينب قال أنا وياك شو تقولين؟ ما عندي مانع، بس انتي فكري فيها زين، جايش رمضان وانتي تقولي أنا أصور، وانتم تعرفون أكثر شي أنا أصور بالمطبخ، لأن بعدنا شوي ترتيبات يريد، أريد أسوي غرفة الأطفال، يعني هواي تغييرات تريد تصير بالبيت، أريد أرتب الهول، غرفة النوم والله حاليا ما مفكرة أغيرها، صدق مكسرة، بس بعدين إن شاء الله على قولت اللي يقول العافية تداريج، شوي على ما أرتب الهول، أرتب غرفة الأطفال. المطبخ مالتي يعني قررت أتركه على حاله، بس مجرد إنه أغلف أكو ضلع من المطبخ ما مغلف أغلفه، يا أما فوم يا أما أصبغه صبغ أبيض. وبنفس الوقت شقلكم راح أجرب أنا وحظي أغلف الكاونتر أبيض، يا ينجح بيدي يا يعني ما يترتب، فانتم شجعوني من خلال تعليقاتكم وقولوا لي أغلفه، ونقول يا الله لحد ما شوي ندبر أمورنا ونشوف الوضعية شلون راح تصير. وبنفس الوقت هو المطبخ أهم شي بالبيت، لأن أغلب وقتك تخلصينه بيه طبخ وتنظيف وترتيب وحلويات وطبخات، فمن يكون مرتب ونظيف ومعدل تحسين هيك بطاقة إيجابية. أكيد باقي البيت هم يراد له ترتيب، يراد له مثل نقول غرفة استقبال، غرفة نوم، غرفة أطفال، فهذا الشيء نقول عليه بالتدريج يجي، بس أنا عندي أهم شي المطبخ يكون هيك طاقة إيجابية. وبصراحة طبعا صديقتي زوجها عنده معمل مال كاونترات، يعني هو يسوي الكاونترات هذه اللي تكون تركية، الموديل اللي انت تحبينه، يعني شكلكم الموديلات تخبل وتجنن، هم بالبصرة. فهي قالت لي يا معودة تبيعي بيعي، أنا قاعدة ببلش باليوتيوب يعني أحمر وأبيض مدري شلونه، بيعي ويجون الولد ياخذون القياسات ويكملون لك أحلى مطبخ على اختيارك أنتي والتصميم التردينه، ولا تفكرين لا بقدمية ولا بقصاد، على ما يصير جوا إيدك ودفعيه. فبصراحة شوية يعني فشلة آخذ كاونتر يعني غالي بنفس الوقت تصميم ومرتب وعلى الموديل الجديد وما أدفع بيه، شوي حسيتها صعبة. فقلت لهم لا والله خلوها على ما شوي أرتب بيتي وأكمل هواي أمور عندي بيه، وإن شاء الله إذا بعت الكاونتر أعطيكم خبر تجون تاخذون القياسات مالت المطبخ وتشتغلون لي مطبخ على اللي أنا أريده. قالت والله تجيش هدية ويا يا أما طباخ يا أما مرشحة. فقلت لها والله العرض مغري، بس بنفس الوقت يقول إذا صاحبك عسل لا تاكله كله. بصراحة هي صديقة عزيزة وأخت، بس بنفس الوقت ما أحب أستغل المقابل، من أشوفه يحبني ويريدني ما أحب أستغل طيبته. فقلت لها لا يا معودة خليها، أنا مسوية سلفة إذا أستلمها أدفع قدمية وأسوي، لو أغير غير حاجات بالبيت أو أغلف الكاونتر على ما أخلص بيه وقت، وبعدين أفكر أبيعه وأغير المطبخ. فنانا يا حبايب شو تقولون؟ الخطوة اللي اتخذتها صح أو غلط؟ إنه أنا صدق رتبت له، وأي وحدة بمكاني كل أم بيت كل بنوتة الله يرزقها بالبيت الملك تحب تغير من بيتها، تحب تغير من أثاثها، تحب تسوي شغلات هي حابتها، لأن البيت هو مملكة المرأة، هي اللي راح تسكن بيه أكثر شي، هي تقضي وقتها أكثر شي بيه، بنفس الوقت ينطيها طاقة إيجابية، بيتها مرتب، غرفتها مرتبة، مطبخها مرتب. بس مرات نقول كل من يمد رجله على قد غطاء، واللي متوفر عندنا خير ونعمة وألف الحمد لله وشكر عليها. صحيح بيوم وليلة قررت إنه أغير، بس بعدين من فكرت لها قعدت أخذتها هنا جبتها منا قلت لا خليها على غير مرة. فأنا حبايب أتمنى من كل قلبي ومن رب العالمين يرزقكم باللي تتمنونه، اللي ما عتها بيت ربي يرزقها ببيت الملك، واللي تتمنى الرزق الوفير لأبو بيته الله يرزقها بحق محمد وآل محمد، واللي ما عتها ذرية إن شاء الله بحق هذا الشهر الفضيل اللي مقبل علينا رب العالمين يترس حضنها ويخضر لقيت دارها. الجبن تنحط وين العذرة؟ وقف وقف. أنا أحط لبلبي بعد. إيش باقي؟ يصير عندك؟ هسه إيه.
وهنا أخذتكم وياي للكورنيش، وبنفس الوقت اللي يدخل الكورنيش عمره خسارة إذا ما ياكل لبلبي العرباين أو أكلات الشوارع اللي هسه متوفرة على طول الكورنيش. الدولمة الحامضة، اللاجعة، أكو دولمة حالية يقولون بصراوية بس إحنا نحب الحامضة. وهنا جينا ناخذ لبلبي من هذا الولد الطيب اللي أريد من رب العالمين يحفظ الأمة وأشوفه بأعلى المراتب. طبعا بصراحة من أشوف هيك أعمار تبيع أو واقفة بالشارع، والله العظيم بالقرآن بدون مجاملة أحس قلبي انفتفت، أحس إنه واحد من ولدي، أحس إنه أحس بيه إنه بعده مو مال شغل وتعب وشقة وطلعة ووقفة على رجليه بهيج أوقات، بس نرجع نقول العيشة صعبة وأغلب الأمهات يعني بحاجة من يعينها على العيشة، فأكيد لو ما أمه وأهله محتاجين ما طلع واشتغل هاي الشغلة بهيج أوقات. فالحمد لله على كل حال. هنا جت الزفة وشكلكم أجواء كانت كلش حلوة، أجواء يعني تغيير جو عن البيت يعطيش طاقة. وهذا اليوم يا بنات كان يعني شكلكم بيوم ولاة الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فكانوا يوزعون شكلية وهواي شغلات، فكنا فرحانين لأن شوي غيرنا جو، شفنا زفة عرس، شفنا ناس يعني من كل الأعمار، صغار كبار، الكل متواجد هناك، الكل فرحان، الكل يعني تتجمع العوائل أكثر من عائلة وتركب القارب، فشوي غيرنا من النفسية وبنفس الوقت حبينا نطلعكم ويانا. وهنا يا جماعة الخير قررنا نركب القارب، وبصراحة أنا عندي كلش فوبيا من الماي. هتقول ليش ما أنا أقولكم بصراحة بيني وبينكم قد ما كنت أشوف أفلام رعب، أفلام هاي مالت القرش أو أفلام اللي يغرقون، فقلت له محمد الله عليك ما أعرف ليش ناغزني قلبي يخاف ينقلب بينا القارب. بابا شو قال؟ قال لي إذا انقلب بكم القارب أنا عارفة أسبح بس انتم شلون بيكم؟ قلت له يعني تعوفنا. قال عم نروح عزيزة. قلت له مو صوتك صوتي أنا هالأيام الملح مقللته منه وجاي أكثر ملح حتى الملح يغزر وياي. وهنا يا طيبين بشروني سويت ركن رمضاني، بصراحة أشوف بعد وقت بنفس الوقت بعدني لحد الآن ما مجهزة أو رايحة للسوق مشترية شغلات رمضان، باقية على مواعيني القديمة، باقية على شغلاتي اللي شقلكم إياها، يعني كل شيء على حطته ماكو تجديد، لا قلاص لا كوب لا دولكة لا يعني هاي الحبشكلات لا ركن رمضاني، ما أعرف أحس بخمول مو طبيعي. بنفس الوقت أكو شغلات يعني نقول بما إنه أنا عندي مواعين، عندي قلاصات، عندي جداري، بس أنا أقول لكم أريد جدار ستيل لأن أكو وحدة من البنات كتبت لي إنه ماخذة جداري صار لي عندها عمر مالت ستيل قول طبخ بيه نشحلاته. هنا أنا جاي أقول له برينا الذمة، هو يقول لا أبويا روحي أهم شي روحي ما برينا الذمة، لا ألزمكم لا تلزموني، كل من عليه بروحه. والله نصب علينا وسوى بينا مقلب، حسينا بصراحة إنه صدق هو يعني مضحي بينا. طبعا هي مو صحيح إنه واحد يركب القارب اسم الله ينقلب بيه أو يصير بيه شي، بس إحنا هيك من باب يعني على قولت اللي يقول شوي تغيير جو وسوالف، بس بصراحة صدمنا بالمقلب مالته، يعني اللحظة صدقناه إنه صدق إحنا إذا صار لا سمح الله انقلب القارب أو صار ويانا قدر هو راح يتخلى عنه، وش يقول أبد ولا لي غلط بيكم ها من هسه داير وجه عنكم. فشو تقولون؟ ضروري إنه الواحد يجدد بشهر رمضان لو عادي؟ والله أنا أقول لكم محتاجة قرآن، محتاجة نشرة هيجي خفيفة، محرم ما صلاة لا عندي مصلاية، عندي سبحة توني أهلي دزوها لي من بغداد، مزورينها موسى بن جعفر عليه السلام، أم الألف خرزة أحب أسبح بيها لأن كل ما أروح لأهلي أسبح بالسبح مالتهم، فزوروها ونوها باسمي ودزوها إلي، فمحتاجة شغلات كلش خفيفة. ما أعرف إذا صارت لي روحة للسوق جبتهن، وإذا ما صارت لي روحة أكتفي باللي عندي، وإن شاء الله أسوي لي ركن صغيروني على قدي، يعني هو بس أنا وأبو زينب الجهل بعدهم يعني ما عليهم صيام، بس حابة إنه أعلمهم هذا الشيء، بس بصراحة تعرفون بعد مدرسة ودراسة وامتحانات أشوفها صعبة عليهم، وهم ما شاء الله مو ذولاك الأكالة ينقرون تنقر بالأكل، فقلت أسويه بغرفة النوم
وإذا كملنا الهول وجهزنا على رمضان أسوي ركن صغير بالهول. فما أعرف إذا الله انطانا عمر وإن شاء الله قلت لكم أجهز هاي الأمور، إن شاء الله أشارككم إياها لأنتم عائلتي الثانية وأحب أشارككم هاي الأمور. وشي أكيد حابة أقول لكم تابعوني على الانستغرام، دائما أنشر بيومياتي، أنشر هيك مقتطفات بعيدة عن اليوتيوب. فراح أترك الانستغرام الرابط مالته بصندوق الوصف وأول تعليق مثبت. وأقول لكم إذا وصلتوا لهالمقدار من الفيديو لا تنسونا بتعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم، أكون ممنونة منكم. وهنا نخلص فيديونا، ألتقيكم بالفيديو القادم مع ألف سلامة. دمتم في حفظ الرحمن، أحبكم هواي.